طبعا احنا بعد بس سلمى عبد الله يونس الهوني العرقوب غارب البريقة. مشينا على أساس خايفين من القاصف، نسمع فيهم يقصفوا، خلينا نبغى ناخذ تركينا. مشينا 3 سيارات حطينا فينا عيال صغار وصبايا، أغلبيتهم صبايا وعيال صغار. ما فيش تفاجأ هيك حاجة صوت الطيارات وضرب حاجة ما زالت قاعدة في وذني توضح. بنتي عمرها 1.5 سنة بريدة ماتت، حرقت. شهيدة إن شاء الله. سمعش فيك كويس. قلت لك شهيدة إن شاء الله. وبنتي عمرها 7 سنوات حتى هي توفت، وكلهم عيال صغار توفوا ونسوان وكلهم. منطقتكم فيها معسكرات؟ لا كلها مساكن. ما فيها شيء، فيها شركة النهر الصناعي، ومن الشرق من الشمال من هنا شركة البريقة النفطية. ما عندناش أي معسكرات. أنت حامل توا؟ حامل عمري في 6 شهور تو، حامل في الخشة 6 شهور. لا شيء سلاح ولا شيء؟ لا هاربين ما غير خايفين فقط. ناس لا مدنية أكثر ناس حتى حاجة ما عندنا، حتى فات بطاطين متغطين بيهم بس خايفين من القصف. ده أكثر 3 سيارات ضربوه وكلهن والله الله عيال صغار. عيشونا في رعب بصدق. ما نبوكمش تدخلوا في شؤوننا الداخلية، نبو حياتنا الأولى ترجع لنا متريحين، ما قصتنا حتى حاجة. ما نبوكمش تتدخل. ما اللي ما تبغمش تدخل؟ الدول الأجنبية، قطر، فرنسا، أمريكا، بريطانيا، كلهم دول عربية أجنبية. نبو نتريحوا، نبو نرد وضعنا الأولي، كنا والله في جنة. ونبو قايدنا بصدق والله ما مجاملات لنا تو شهرين ما فيش الراحة والأمان بكل. الواحد حوشة ما يقدر يطلع منه. الحاجة ناقصة ما يقدرش يتكلم. والله نحن قاعدين في المنطقة الوسطى لا ضيق لا شيء. كل مرة حررناك. منين حررتونا؟ من اليهود يجونا متاعين الشرق. حررناكم حرروا منين؟ اليهود ولا شنو؟ كابل عايشين ما فيش حد متحكم فينا، كل واحد عايش في منطقته ما فيش حد متحكم في حد. متريحين الحمد لله. قبل نبغى يا ريت وضعنا الأول يرد، هذا نتمنى. اسماعيل محارب صغير محارب، كنت نقاتل فيهم من جدابي من هنا لعند جدابي، مشينا معاهم وردينا، ردنا الطيران وتوم نزلنا نردوا مرة ثانية. هذا ما عندنا نقول لك. الطفل عندها الطفل جي امس حتى جي اليوم الصبح حتى هو من القصف العدوان الامريكي الفاشي عليه الجدابيه البريقه. الطفل هذا كان يعني مع عيلته وامه يعني موجوده، كنا احنا تكلمنا معاها وخبرتنا حتى على القصف. العيل عنده يعني مشكلته في الطحال متمزق، ايضا حتجرى له العمليه هذه حيفتحوا له بطنه وشوفوا اذا كان فيها اي اصابات في الكبد وغيرها من اثر القصف اللي هو كان طبعا امس يعني والبارحه بالليل استخدموا اسلحه غريبه جدا من جراء القصف. فتو ان شاء الله يعني اموره كويسه وحتى يعني حنجروا له عمليه بعد شويه يعني. طبعا للاسف ان حتى اخوه الثاني الان الموجود في غرفه العمليات، ونفس القصه يعني نتيجه ثلاثه اخوه، يعني 3 اخوه موجودين الان في العمليات ويجرى لهم عمليات الان لفتح البطن، وفي تمزق زي ما قلنا في الطحال ومشاكل اخرى في ايضا الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه. الطفل هذا امه هي اللي كانت موجوده، كانت تحكي ان هي حامل وقصفهم قصف شنيع يعني.
جراء وزي ما شفتوا ان الام شن قالت لكم انهم هم بصراحه كانوا عايشين هذه العصابات المخربه هي اللي كانت مشكله لهم، واللي جابت لهم الاستعمار اللي هو العدوان الصليبي الامريكي والفاشي اللي هو بريطانيا، وتساعدها فرنسا وساعدنها للاسف تمويل من الدول العربيه اللي هي الامارات وقطر خصيصا. وهي قالت لكم يعني نتمنى ان يرجع الوضع قبل واحنا عايشين يعني، وتقول لك ان هو يعني الله ومعمر ليبيا ومعمر بس يعني. فهذه هم حاولوا ان هم يرهبوا الشعب الليبي، للاسف ما لقوش يعني. الان اليوم الثالث 13/10 في القصف والشعب الليبي ما زال صامد، ما زال بالعكس يعني يلتحم بالقائد، سواء كان في البريقه ولا في جدابيه ولا في بنغازي، كله يعني التحام بقائد هذه المسيره وماشيين معاه. وكل ما زاد القصف نقول لهم ان شوفوا العائلات، النساء، الناس الكبار كلهم ملتحمين وحيلتحموا بالقائد اكثر واكثر.